متابعين القناة في كل مكان، يا رب تكونوا بأفضل حال. النهاردة حابة أتكلم في فيديو جديد بيخص مسلسل رحلة لاكشمي. أحداث كتيرة جدا هنشوفها في حلقة غدا. تعالوا نبدأ عشان نشوف ايه التفاصيل والحلقة هتبدأ على ايه. طبعا بداية الحلقة لما والد ريشي هيصفعه وهيهدده انه مش هيسيبه، واذا حدث اي شيء للاكشمي ولاكشمي هتقترب من الحافة اكتر واكتر، ووالده طبعا مش بيتحرك. ريشي هتحاول انها تهدئ زوجها وهتقول ليه بان هي بتعرف ان ريشي اخطأ، ولكن اكيد هيجدوا حل واكيد هيجدوا لاكشمي. والد ريشي هيقول لها انه لم يخطئ بل قام بجريمة. نحن هنا كنا قلقين عليك وامك اتهمت لاكشمي، وهذه الفتاة تركت كل شيء وذهبت عشان تبحث عنك، ولكن أنت ماذا فعلت؟ وهيحذره بأنه لن يتركه إذا حدث شيء كمان للاكشمي. هيقول أنا أحب هذه الفتاة مثل ابنتي وأحبها كثيرا، ولن أترك أي أحد سوف تتأذى بسببه. وطبعا هتطلب ريشي من ريشي بأن يتصل بلاكشمي، ولكن ريشي هيخبرهم بأنها لا ترد على اتصالاته. مش بس كده كمان، وانها كمان حذرت رقمه، وهيطلب من والده ان يتصل هو بهاتفه لانها بالتأكيد هترد عليه. هيخبرها والده بان قال لها بالتأكيد سوف ترد لانها تعلم انني احبها جدا وحبها اكتر منك، وطبعا حبها لي حب صادق وانها لست مثلك. الجميع قلق عليها، وهتتصل ريشي بزوجة عم لاكشمي وهتطلب منها ان تخلي لاكشمي ترد على الهاتف. زوجة عم لاكشمي هتقول لها ولماذا ترد على الهاتف وترد عليك وهي عندكم بالمنزل. ريشي هتغلق المكالمة وهتقول بان زوجة عم لاكشمي اكدت ليهم ان في شيء حدث بين ريشي ولاكشمي، ولكن ماذا حدث؟ ريشي بتخبر الجميع بان لاكشمي ليست في منزل عمها وانهم لا يعرفون عنها شيء، وان الجدة بتدعو ان يجدوا لاكشمي. ووالد ريشي بيبكي وبيتذكر لاكشمي وريشي وبيقول انه رأى لاكشمي هناك ورأى في عينيها الحزن وانها كانت مجروحة من الداخل وكمان مكسورة بشكل لم يراه عليها من قبل، وانه حاول انه يوقفها ولكن هي لم تقف، ولم يستطيع ان هو يذهب اليها ويخبرها بان اخته كاريشما وراء كل شيء وهيصبح كل شيء بخير، وانها تأتي كمان والد ريشي وهيقول سوف اذهب لكي ابحث عن ابنتي. ايوش هيقول سوف تأتي معي ايوش، كل شيء اجل سوف اتي. وريشي يقول انه سوف يذهب معهم، ولكن والده هيمنعه هيقول له انه يبطل يتظاهر بالاهتمام وانه خائف عليها، فقط انه لازم يدعي انهم يلاقوها، وانه هيفقد ابنه مع ابنتي اذا ما لقاهاش. وطبعا هيحذره والده من ان يأتي امامه مرة اخرى. وريشي هيقول لوالده هو يحاول يشرح لي انه لم يحاول ان يؤذي لاكشمي ابدا ولم يقصد ايذائها. والد ريشي قال له انت بتكذب، انت كنت تعلم ان هذا سوف يؤلمها. وهيذهب هو ريشي، وطبعا هيلقوا اللوم عليه وهيوبخوه بشكل كبير جدا انه كذب عليها وانها سوف تذهب لكي تبحث عن لاكشمي. والد ريشي كمان هيذهب الى قسم الشرطة هو وايوش وهيطلب من الضابط ان يقوم بالبحث عن لاكشمي. الضابط هيخبرها طبعا انه لا يمكن البحث عنها قبل ان يمر 24 ساعة على اختفائها حتى يستطيعوا تقديم بلاغ، وبعد كده هيأتي ريشي وامه واخته الى القسم. وطبعا والد ريشي هيسأله ماذا يفعل وهيغضب عليه وهيحذره، وبعد كده الضابط هيسألهم في اي ساعة اختفت لاكشمي. ريشي هيخبره في حوالي الساعة 9، والضابط هيقول له سوف يساعد والد ريشي وهيتركهم ويذهب مع ايوش. وبعد كده هتتصل بأيوش لمعرفة أين اختفت لاكشمي، وهتكذب عليه وهتقول إن لاكشمي أخبرتها بأنها سوف تذهب إلى المعبد، واتضح إن هذه خطة منها ومن أمها لمعرفة ما حدث بين ريشي ولاكشمي. أيوش سألها أي معبد ذهبت إليه، ولكن نيها كذبت عليه وخبرته بأنها اتصلت بالخطأ وكانت تعلم بأنها كانت بتكلم فتاة أخرى اسمها لاكشمي، وإن نيها كانت بتقول سوف تستغل الموضوع لصالحها. وريشي وأمه بيبحثوا عن لاكشمي، وفجأة هيرى قطعة من ملابس لاكشمي على الشجرة وهيتذكر الحادثة اللي حدثت معاها، وهيقول هل من الممكن أن تكون حدث شيء للاكشمي؟ هيتذكرها ويبكي، وأمه هتطمنه بأن لاكشمي بنت عالقة في شيء ما ولكن هي عاقلة. وتصور والد ريشي هيغضب عليه كمان وهيقول انه لا يستحق فتاة مثل لاكشمي ابدا. ريشي هتقول ان لاكشمي فتاة
عاقلة لا يمكن أن ترمي نفسها. والد ريشي هيقول لها: وهل العقلاء لا يشعرون بالألم؟ وبعد كده هتظهر المرأة اللي كانت بتتحدث مع لاكشمي في المرة الماضية، والشرطة هتؤمر رجالها بأن يبحثوا في المكان. وطبعا الشرطي إذا تشاجر مع لاكشمي وهو يخبره أن هذا لم يحدث أبدا، والد ريشي هينهار من البكاء، والجدة هتصلي من أجل لاكشمي. وبعد كده الشرطي هيخبر الجميع إذا لم يجد أي شيء ولم يأتي بجثة، هيقرر الجميع أن يذهبوا إلى منزل عم لاكشمي، ومالكشا هتكون معاهم وهيبحثوا هناك، وهيبحثوا بالفعل ولكن هيجدوا شيء. هتذهب زوجة عم لاكشمي إلى المنزل، وطبعا ريشي هيكون موجود هناك، وهتسألهم عن لاكشمي وهتتحدث عنها بسوء وإنها مهملة، ولكن والد ريشي هيدافع عنها. وهيذهب والد ريشي إلى مالكشا وهيسألها أين لاكشمي. هتقول له: من أين سوف أعرف، ومن أنا وما هو مكاني في حياتكم. والد ريشي هيخبر مالكشا بأنها فتاة لا تعرف معنى العلاقات ولا أهميتها، وإن لاكشمي أفضل منها بكتير وتعرف معنى العلاقات جيدا، وهيحذرها إذا حدث شيء للاكشمي لن يتركها أبدا. وريشي كمان معها هيحاسبهم، وبكده هتنتهي الحلقة. دي أحداث الحلقة الجاية. وطبعا واضح في الحلقات القادمة هنشوف ان لاكشمي، وخاصة في الحلقة ممكن تكون يوم الأحد، هتقطع علاقتها بريشي وعائلته نهائيا. انتوا ايه توقعكم لأحداث الحلقات الجاية؟ سيبولي في الكومنتات لو انتوا حابين تعرفوا تفاصيل عن المسلسل ده. وبكده أكون وصلت للنهاية. شكرا لكم على المتابعة، واستنوا مني كل جديد.